اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم سلطة التبولة، السلطة اللبنانية الشهيرة، كتجي لذيذة بزاف وكتستحق التجربة. وكذلك غادي نقدمها لكم انا والاخت فاطمة. الاخت فاطمة رحبت بالفكرة وصارت كل ما تبغي تصور شي حاجه كتقول لي تعالي صوري هذا الفيديو باش نشاركوه مع المشاهدين. فبسم الله غادي نقدم لكم المكونات. في البدايه عندنا البصل اللي هو البصل الاخضر او بصله الخضاريه، وعندنا المعدنوس اللي هو المكون الرئيسي في هذا السلطه كما كتشوفوا، وعندنا الليمون اللي غادي نعصروه نديرو به الصوص ديال السلطه، صوص السلطه. وعندنا الطماطم. بطبيعه الحال عند الاخت فاطمه غادي دير كميه كبيره كالعاده، فالمكونات انا وريتكم معي البعض منها فهي كثيره ما شاء الله. وعندنا النعناع غادي ناخذوا الوريقات ديالو. هاد المكونات كلها غادي نقيوها وغادي تغسل، ومن بعد غادي نقطعوها رقيقه وغادي تشوفوا معنا الطريقه. خليكم معنا. السلام عليكم يا خواتي حبيباتي يا بنياتي يا مبتدئات اللي تحب يعني شيء جديد في مطبخها وفي بيتها. هذه طبولة تيقولوا لها اللبنانيين، هذه طبعا معروفة مشهورة في لبنان وسوريا، ولكن دحين مشهورة في السعودية. أي سفرة سعودية إلا ما كانتش محطوطة طقم النوع ديال السلطه طبوله في سفرته وبدات في العزايم كانه ما سوى سلطه لذيذه وحلوه وفعلا مغذيه ومفيده. ودحين حبينا حبيباتي نعلمك اياها، اللي عنده رغبه يتعلم، اللي بيحب الطبوله وبغى يجربها، واكيد اذا جربتوها مره واثنين غتحبوها وغتكون عندكم مهمه في السفره ديالكم، وجبه كانه وجبه يوميه يعني. الحين بدينا نقطعوا البقدونس، هو هذا بالطريقه دي. هي عباره على بقدونس وليمون وبصل اخضر وطماطم ونعناع وليمون. هذا الشيء اللي كنقوله في الاخر بعد ما تقطعي بقدونس ونعناع وبصل اخضر. وعندنا نوع هنا كيقولوا برغول، فيه الابيض وفيه الاسمر. انا كنفضلها بالبرغول الاسمر. غادي تشوفوه معنا ان شاء الله. وان شاء الله دحين كنقطعوا البقدونس، وحنا في التقطيع التحضير ديالها من البقدونس والبصله الخضراء من النعناع. البصله الخضراء هي الخضاريه ايه في المغرب نقول لها خضاريه، ولكن في البلاد الاسيويه كيقولها بصل اخضر، بيحبوها كثير يفضلوها. البلدان العربيه يقولوا زي مصر سوريا المغرب، قصدي لبنان الاردن، دول الخليج يحبها كثير 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 كثير. الا ما حط طبوله في سفرته كانه ما سوى شيء. تجي حلوه ومرتبه ومقاده وكتبيض لك وشك يعني مغذيه اصلا، مغذيه ومفيده يعني. لازم تقطعوها بهذه الطريقه هذه. واللي مهم في هذه السلطه ان لازم هاد المكونات كلها تكون ناشفه. مثلا هاد المعدنوس لازم يتغسل ويبقى حتى كينشف، يتغسل مزيان ويتحط في المصفى. اللي ما عنده نشافه يحطها في المصفى تقطع او ياخذها بالطريقه كده. المهم ينشف باي طريقه بالماء، عشان باش ينشف غيشرب الصوص. بقى فارق الصوص غتبقى ميصه. الحين بعد ما قطعنا البقدونس خلاص حطيته على جنب، وهذه البصل قطعتها شرايح زي ما انتم شايفوا اهو. اللي عريضه قطعتها على طويل لا حتى لو قطعتها نولي نقطعها ما في مشكله بالشكل ده.
لان التبوله كتبغي كلشي يكون مقطع رقيق، لانه لازم تكون ناعمه ما تكونش خشنه. وفي بعض الناس على حسب هي الاصليه تكون ناعمه يعني. والتطور الناس اللي كيبغوا سرعه سرعه كيما بغاو يقطعوها بطريقتهم هما يحبوها. البدايه ها كده، هو هذه البدايه ها. اللي كتعطيها حتى هي نكهه وطعم ضروري منها. هادو عندك ثلاثه يعني بقدونس ونعناع ورق والبصل الاخضر. هذا الشيء، هذه هي السلطه. واي حاجه تنقص من حاجه، الحاجه اللي ما كانش كل شيء كامل فيها على حسب مكوناتها ما تجيش كامله. لازم اي حاجه ينقص تيجي ناقص يعني. في ناس كيقول لك نحبوا غير الابيض مثلا زي كده بس، وفي ناس ولكن هذه الخضوره هذيك برضو كانت عندها نكهه خاصه لها تجيبها يعني. وتعرفوا بصل الخضر هي ليها فوائد كثيره يعني. وبعدين نبقاو بالسكين عليها كده. ضروري تقطع باليد التبوله يعني، واخا تقولي لها شواغ وهذا لا ما كتجيش مزيانه بلها شواغ. لازم تكون هكذا رقيقه. البقدونس احنا حطيناها على البقدونس. خليكم معنا على ما نصب لها عاوتاني النعناع ونرجع لكم. نضرب لها النعناع ديالها الاقامه ديالها ونرجع لكم. النعناع غادي تحيدوا وريقات، غادي ناخذ الوريقات بهذه الطريقه ونرجع لكم ان شاء الله. قطعنا البقدونس، قطعنا لها البصل، وهذا الطحين. وصلنا الان للنعناع، وهذه التحضير للنعناع. ان شاء الله طيبين، عشاكم بخير يا بنياتي يا وليداتي. وغنقطعوا طحين النعناع. ها لازم نخلطوهم كلهم باش مع بعض النعناع ما مزيان. يتحالش. اللي كتخلطيها مع البقدونس ومع البصل ما تترجعش لونها اسود، ما تبقاش خضراء زيها زي المعدنوس، زيها زي البقدونس. النعناع اللي خليتوه مخلطش مع هاد العناصر كيكحال. من الاحسن انكم تخلطوا العناصر كلها باش يبقى في اللون ديالو. عليكم السلام. على هذه المرحله هذه نغطوها ونحطها في الثلاجه لما نحضر لها الطماطم حقتها. والان نقطعوا الطماطم حق الطبوله بالشكل هذا.
كيف ما قلنا لكم لازم المكونات كلها تقطع رقيق. نقطعوها في الاول بهذه الطريقه هذه. هذه دحين الطبوله اللي حضرناه، هذه الطماطم نديروها كده تنشوفوا يتمازج كلها مع بعض. المكونات كلها تتخلط مع بعض ان شاء الله. يعني الطماطم كده، هذا برغل. شنو درتي لهذا البرغل فاطمه؟ غسلته، رطبتيه في الماء؟ غسلته وصفيته وخليته على جنب وجا بالطريقه هذه. يعني ها على فكره البرغل ناعم اسمر، كيكون فيه البر اللي هو الاسمر وكيكون فيه البيض. اختياري، كاين اللي كيبغي البيض وكاين اللي كيبغي الاسمر. يمكننا نستعملوا النوعين سواء البيض او الاسمر عادي على حسب رغبه الشخص اللي هو ايش عايز. هذا فلفل اسود، فلفل الاسود طحون ناعم هو. هذا الملح طبعا ونذوق لازم نقص نزيد الملح. هذا الليمون اللي عصرنا هذا. هذا زيت زيتون. هي كتبوله كتبغي شويه الليمون. تاكل زيت الزيتون وزيت الزيتون. كتاكل وكتبغي راه هي كتاكل تنشط. شوف القاروره ها. الليمون وزيت الزيتون حتى كتشرب مزيان هذاك زيت الزيتون والليمون. ليمون حامض. سيترو سيترو يا المغاربه. سيترو ماشي سيترو. ايوا بزاف سيترو. يلا يا خواتي المغاربه دعمونا يا خواتي يا اخواني يا شبان يا شابات يا حلوين يا حلوات. الله يرضى عليكم. يلا يا شبان، انا قناتنا دجاج. الشبان والشابات الله يطول لي عمركم ويعزكم يا حبايبي يا مغربيات يا شبان المغرب وينوركم. المغاربه وغير المغاربه كلهم كل الدول العربيه ان شاء الله ينورها ان شاء الله ويجمعها في كف واحد ان شاء الله. خلاص الله يعز الدول العربيه كلها يا رب. هذه خلينا خلاص مضبوطه 100% وسلامتي يديكم ونذوقها لكم ان شاء الله. يا ريت كنتم معنا تذوقوا التبوله اللبنانيه والسوريه. لبنان وسوريا بجوج. أيوة الدول كلها ولات ما شاء الله السوريين واللبنانيين الله يحفظهم ويعزهم ويرجع سوريا زي ما كانت النهار الاول ولبنان زي ما كان هو العيد. هذا هو الشكل ديالها. صافي دابا جاهزه نديروها في صحن تقديم ان شاء الله. كنبغي نشكر بزاف اللي كيدعم قناتنا دجاج
واللي كيتبع قناه ندى جاد. فما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم. لعشاق السلطات والمقبلات، قدمت لكم اليوم وصفة سلطة التبولة اللي كان هذا هو الشكل ديالها بعد التقديم. كان الشكل رائع والمذاق كذلك رائع وممتاز جدا. فجربوا هالطريقة، وما بقى لي إلا نقول لكم إلى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة ندى جاد. مع السلامة.